إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من الفائزين والفائزات، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا وإياكم في الجمعة الماضية عن السعداء الذين تصلي عليهم ملائكة الرحمن. وصلاة الملائكة أيها الأحباب الكرام كما أسلفنا الذكر هو الدعاء والاستغفار، دعاء والاستغفار للمؤمنين للصالحين. وإننا نرى كثيرا من الناس إذا التقوا بعالم من العلماء أو صالح من الصلحاء بعد انتهاء درسه أو محاضرته أو اللقاء به طلبوا منهم أن يدعوا لهم بالتوفيق أملا أن يكون دعاؤهم مستجابا. وصنف آخر يطلبون من إخوانهم الصالحين أن يخصوهم بدعوة بظهر الغيب لعلمهم بأن دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة كما في صحيح مسلم. وقد أشرنا إلى الحديث في الجمعة الماضية، حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب يقول لك الملك ولك بالمثل. إذا أخي الكريم، ما هو شعورك لو قيل لك أن العالم الفلاني من كبار العلماء أو مفتي البلاد أو أحد من الوالدين أم أو أب قد دعا لك في جوف الليل بالتوفيق والمغفرة أو نحو ذلك؟ لا شك أنه سينشرح صدرك وتتفتح أصارين وجهك. فكيف لو قيل لك أن الملائكة هي التي ستتولى الدعاء لك؟ أيها الكرام، اسم الكلمات دور يتصني وذان ممن يأمرون في الناس الخير. بريز رجال العالم زي العلماء يقرص مغاية من الدرس المحاضرة يقرص دعاكي الله يزيد دعاني تحاسي ما يمكن يقرص ممكن داعية لولد العالم ويمكن الدعاء مستجاب لعله مريض عميل التوفيق للمغفرة يوفق الله تعالى يغفر الله تعالى. ثم إني يوذن تغنيتي قرص يوم الصالح شو ما سيقول سيقرص دعاكي بظهر الغيب وجرخو للسجود بظهر الغيب دعاكي ذين يسمى الحديث يوم في صحيح مسلم أبصر المؤمن الصالح لا يدعاكي المؤمن تغنيت قال دس الملائكة ولا كبير مثل مرة من الستة دس يوكش الهداية قال دس الملائكة حتى شقى بالهداية دس الصبر حتى شقى الصبر ولا كبير مثل. ما مش غير الشعور مش أخي الكريم نغش بأنه العالم الفلاني يجلس الصالحين في الدعاء نغيب باش يغبى يجلس الوالدين يدعى بيش في ثلث الليل الأخير استوفيق المغفرة. طبعا يقبل مش شارح الصدر مش الفرحة لأنه يجيش شيء عظيم يدعى بيش يمر نغش تازمنا ويا أخي الكريم. مر نغش بأنه الملائكة الرحمن
الملائكة أكثر عدد، الملائكة ينبي منهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، الملائكة وأصحاب الذنوب، الملائكة يسمع العصمة الكاملة، الملائكة وتمشى المعاصي، الملائكة الدعاء المستجاب، الملائكة مخلوقات جليلة وعظيمة. إيش الملائكة؟ الزحمة العرش يحدث خاص النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، أريد لي أن أحدث عنه الله غاسل الإذن باش يحدث الملائكة يا ولد الزحمة العرش. إن النبي صلى الله عليه وسلم قدماه في الأرض السفلى، إذا ركبت الملائكة ولدها في ثمار السفلى، وقرنه فوقه عرش الرحمن. إذا النص في ثمار السفلى، القرن النص تجيب النص، القرن النص يسي عرش الرحمن، سنجي النص عرش الرحمن. مش قال عرمان المخلوقة ولدها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين شحمات أذنه وشحمات أذنه الأخرى زال زيسة أرذى أشبر البشر. يقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة ولدها زيسة أرذى للناس، هذه سيارة الفارس والجواد، وفي رواية الطير التي تطير 700 عام. كبر الله، الله أكبر. 700 عام تشريع نويش الفارس الجواد نغمش ذي الدور شنا زي شحمل الأذن، شحمل الأذن الملائكة. ثاني العرض النسوة وإيش المخلوق زي المخلوقات يخلق ربي، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله. المخلوقات الذين الكرام ما بدنا شيء لا ما تتعالج، لكن السؤال مطروح، هل أنت ممن تدعو له الملائكة أم لا؟ هناك من الناس من تدعو لهم الملائكة، تسأل لهم المغفرة وتدعو لهم بالتوفيق، وهناك من الناس والعياذ بالله من تلعنهم الملائكة. إذن إذا قاموا بهم الكرام ذي الجمعة الماضية 12 يومان الأصناف اليومان السعداء الصالحين إنك تدعو الملائكة. أولهم هالشي داز من بات ظاهرا فقط للتذكير. ثانيا قاعدوا في انتظار الصلاة ولدرجة الصلاة. ثالثا أهل الصفوف المتقدمة. رابعا الذين عن يمين الإمام. خامسا الذين يصلون الصفوف ونقول من وصل صفا وصله الله. سادسا من وافق تأمينه تأمين الملائكة حينما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سابعا من جلس في مصلاه بعد الصلاة، قيمن دي المسجد بعد الصلاة. ثامنا من صلى الفجر والعصر في جماعة. تاسعا الذين يصلون على الحبيب المصطفى صلى الله عليه. عاشرا من دعا لأخيه بظهر الغيب. 11 المنفق في سبيل الله. 12 المتسحرين لصيامهم. وقد وقفنا هنا في الجمعة الماضية دائما نعاشرنا. الآن سنكمل إن شاء الله تعالى الصالحين السعداء هنا تدعى الملائكة، هنا اختصاص الملائكة، هنا ومثل الملائكة الرحمة والاستغفار. 13 وممن يحظى بصلاة 70,000 ملك. وانت وين الصلاة الدعاء 70,000 ملك تدعمك. من يسوى عائد المريض تقوم كل زورنا مهرج. عائد المريض تصلي عليه 70,000 ملك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا بكرا يعني الصبح باكرا شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له حتى يمسي. واللي يروح يروح الصبح بكرا يعني باكرا شيعت تدعى لك 70,000 ملك زي الصبح على العشي. وكان له خريف في الجنة، وغاص خريف في الجنة. وإن عاده مساء ما يروح أصله عشير شيعه
كل شيء تزجى خاص يعني تدعو له بالمغفرة والرحمة حتى تصبح. أيها الكرام، ما أيسره من عمل، العمل وليت يسير وما أجله وأعظمه من أجر. ولهذا الفضل الكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عيادة المريض، صغيرا كان أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، رجل أو امرأة، مسلما أو ذميا، بل مرض من الصغار والكبار كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم العيادة على المريض يدعو له. والأحاديث في ذلك مشهورة ومعلومة. الأحاديث في عيادة المريض مشهورة ومعلومة ومعروفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب منها وكان يكرر من هذه الزيارة للصغير يوم الزيارة يوم القرآن كتابي الذمة يوم السلام غير المسلم. انتم كتعرفوا الحديث ديال اليهودي القصة أسلم بسبب الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا. هذا الدين ديالنا أخلاقنا أخلاق المؤمنين أخلاق عالية. رابع عشر ممن تصلي عليهم الملائكة زي السعداء إنك تدعى الملائكة من قال خيرا عند المريض أو الميت هم غير الخير أو معروش لقوم المؤمن. عند مسلم عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحو ذلك، وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. خميرات البابا شو ملوش لغشك يجري بنتا ستدين الخير قول خيرا لأن الملائكة بحضرته وبحوزته وتؤمن على ما تقوله من كلام. عمروش ما شاء الله إن شاء الله قد فيه إن شاء الله قاعدة خميسة تولي الموت ما شاء الله إن شاء الله تعالى قد تحسن الخير أنها نظام تنسيق تغش شوية الخوقاش اللي إن شاء الله لا يدروه مش هكذا قد يسرح من سرعة التفاول قد يجن بابا سيعرش القصة يعرش ليس مرض دي أفكار توي الدارة مسكين يتفاعل قال سيدنا قد كيف إن شاء الله قال كارس بالمسينة سبب هذه القنصة قد كيف إن شاء الله مليح مسينة يورني كبر يدور فيه توي تحضر عروي شوية مغني رغبان بيدك شوية الأسباب يتحرك تجيبها برا كذا يتبع الجواب تغفل غزر رغبان. لكن كان ممس إن سبب قنها بس تعريف الناس أما يقصد العرض والمرياس. لماذا على هذا الأدب؟ ظل الإسلام والنبش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض والميت قولوا خيرا يعني ذكر يلقى الخير زكين يحتاج أو مروش لغوري بالدم زي السعداء اللي تدعى الملائكة. 15 تعليم الناس الخير وليس المرني وذن خارج كيف تزجر الملائكة. هنيئا أخي الكريم هنيئا لمن حمل لدعوة إلى الله هما ولتبليغ دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الخير جهدا وبذلا. هنيئا ولتجرهم دعوة دين الله تعالى هذه السنة ولتسكون زج الملائكة تسكون كيف تدعو الملائكة المخلوقات نغني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. اسر ما دير بحال تكتف دير جحر الناس أهل الأرض أهل السماوات يصلون بمعنى يصلون أو يدعون ويستغفرون لمن يعلم للناس الخير. فما أعظمه أيضا من أجر من ثواب يناله الداعية إلى الله عز وجل والذي يبذل الخير والمعروف إلى الناس بالكلمة الطيبة أو النصيحة المشفقة أو الشريط النافع أو الكتاب المفيد أو المطوية المؤثرة فكلهم ممن يعلم الناس الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 16 من عقد عنده وهو
عنده الضياف كياكلوا ويشربوا عنده حتى يفرغوا، وهو كيشوف الطعام والشراب قدامه والشتاء يلبسوا ولا احد ذلك طمع النفس ديالو وصبر على داك الشيء وخالف النفس ديالو واتم الصيام مع الحضور ديال الطعام والشراب. 17 حملة العرش. حملة العرش منهم ذات الملائكة اللي إذا ودينا غتجي النجار والزوق 700 عام يغيروا الفارس لأن الزكاة زي حملة العرش. من يقرأ حملة العرش؟ هؤلاء الملائكة العظام الذين وكلهم الله بحمل العرش العظيم، وهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم وأقربهم إلى الله عز وجل، يدعون ويستغفرون للذين آمنوا وتابوا إلى الله عز وجل. الملائكة هنا يقرب العظام من يسير العرش الله تعالى تدعى ويكر أكل المؤمنين التائبين يتوبون يبديون للذين تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إليه واتبعوا سبيله عز وجل، يستغفرون لهم لأنهم أقبلوا على الله بصدق وإيمان وإخلاص، ويدعون لهم أن يدخلهم الله الجنة وينجيهم من العذاب والنار. فما أعظمها وما أكرمها من دعوات مباركات مستجابات من ملائكة العظام. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. شوف هذه الملائكة حملت العرش، هذه الآية فيها 4 مسائل. أشهر يستغفرون للذين آمنوا، هذا حملت العرش كيستغفروا للمؤمنين وللذين تابوا ثم اتبعوا سبيلك، تبعوا السبيل ديال الله تعالى الصراط المستقيم. وقهم عذاب الجحيم، يطلب الله تعالى لهم المغفرة، ثم يطلب الله تعالى أن ينجيهم من عذاب الجحيم، ويطلب الله تعالى الدعاء الثالثة وأدخلهم جنات عدن، يطلب الله تعالى يدخلهم للجنة هما والآباء ديالهم والأزواج ديالهم والذرية ديالهم الصالحة الذرية ديالهم. ثم الدعاء الرابع يقول الله تعالى: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يا ربي جلس السيئات والوقاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأحبابه وأتباعه أولي الفضل والوفاء. أما بعد، إذا أيها الأحباب الكرام، مر بنا 17 من المؤمنين الصالحين من السعداء الذين تصلي عليهم ملائكة الرحمن. إذا كل واحد منا فليسأل نفسه هل هو من هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة أم لا؟ وفي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى سنذكر الأشقياء، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا منهم، الأشقياء الذين تلعنهم الملائكة. والملائكة أيها الأحباب الكرام الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة واجب من أركان الإيمان 6. الملائكة أيها الأحباب مخلوقات عظام غير
ولا 70,000 زمام، وكل زمام هو نسخ جرى 70 زي الملائكة. مين كان 70 مضروب هذه 70,000 شحال الملائكة يجرى جهنم؟ 4,900 مليون ملك هما اللي كيجروا جهنم. 4,900 مليون، 4,000 مليون و900 مليون هم الملائكة الذين يجرون جهنم والعياذ بالله. مخلوقات لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. كتعرفوا كذلك الحديث ديال الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الكعبة البيت المعمور، الكعبة ديال السماء، سأل جبريل قال هذا بيت المعمور يطوف حوله 70,000 ملك يوميا لا يرجعون إلى يوم القيامة. كلها 70,000 ملك طوف حول البيت المعمور. يجي غيعلمها ما تعقل ما ديرش أبدا. شحال داود شحال الكون يخلق الله تعالى الكون، شحال الملائكة غير يعني الطوفة حول الكعبة مش حال. ثم أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى قد وكل الله بكل إنسان قرين من الملائكة ملازما له وقرينا من الجن. شك نش ثيب وين كل الجن غاس القرين نس زي الملائكة غاس القرين زي الجن. إلى الملائكة اللي دائما كاتبون حافظون إني دارين لا إلى حسن وقرين من الملائكة وقرين من الجن. اسمع في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ولن شنش الزور اللي يوكل سيسطة عن قرين سي الجن قرين سي الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، ولعل هذا القرين غير الملائكة الذي هؤلاء القرين غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعمال العبد. النبي صلى الله عليه وسلم ما تشكي يا رسول الله غير القرين زي الجن زي الملائكة. الناس نعم، إلا أن الله تعالى يعاون يخاس يسرم ويتأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. من يسرم؟ والجن قرين زي الملائكة، القرين زي الجن. والنبي يعاون الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسرم القرين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمره إلا بخير. قيده الله ليهديه وليرشده ويحفظه. هذا القرين هذا قيد الله تعالى باش يرشدك ويدلك ويحفظك. وهكذا الإنسان أيها الأحباب الكرام بين قرينين، قرين من الملائكة وقرين من الجن. هذا يأمر بالشر وذاك يحثه على الخير. غير اثنين قرين، يجري أمر الشر من القرين الجن. الآن القرين ديال الملائكة يحثك على الخير ويرغب فيه. فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، وأما لمة الملاك فإعادة بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان غاس اللمة سيدنا آدم. ما معنى اللمة الشيطان؟ اللمة الهمس الوسوسة مش فإعادة بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان القرين من الجن من الشيطان يدفعش غير الشر، يدفعش غير الكذب زي الحق، يدفعش غير الكسل، يدفعش غير الخمول إلى غير ذلك. وأما الملاك قال النبي صلى الله عليه وسلم الملاك القرين ديال الملائكة اللي معاه يعادوا بالخير، كيوعدك بالخير وكيوعدك بالصدق الحق. فما وجد ذلك اللي وجد الخير ديالو أقل من الشر ديالو، الخير ديالو أكثر عفوا من شره، فليحمد الله عز وجل وليعلم أنه من الله وليحمد الله. وما وجد غير ذلك الشر
الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يوعدك انه يوصل الفقر المنفق، ودي الشاء الكفوس وتسوق شاء ودي الشاء ويأمر بالفحشاء. والله تعالى ايش يقول؟ والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وتأمل أخي أختي الكريمة معي هذا الحديث لنتعرف كيف يتسابق القرين الجني وقرين الملائكة على توجيهك للعمل. أما كاين الحديث هذا باش تسبقهم القرين الملائكة القرين الشيطان الجني الزوار بغاك باش تحفظ العمل توجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. مع الإنسان يروح آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، تستغاث الملك والشيطان. اسمع، فيقول الملك: اختم بخير. الملك يتزدغك يقرش ختم سرخان. ختم ما معنى ختم بخير؟ يعني تمر النهار مش سرخان، ختم الخاتمة ينهار مش بالخير. ويقول الشيطان: اختم بشر. تزدغ الشيطان يقرش ختم النهار مش الشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه، قال نفسه موجه أول نفسه موجينه. فإذا ذكر الله حتى يغلبه، معنى يغلبه حتى يغلبه النوم. بريد قال الله تعالى بغير السنة أرغى يغرس، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. الملك منه تشلس القوة بذكر الله، يتسخ الشيطان منه يتنسى يحرام يكلأه يحرقك الملك. فإذا استيقظ مركز الصبح ابتدره ملك وشيطان، يتزعض الملك الشيطان. فيقول الملك: افتح بخير. بدا افتح النهار مش بالخير، بدا بالخير، بدا اليوم ديالك بخير، أي استفتح يومك بطاعة. ويقول الشيطان: افتح يومك بشر. قال الشيطان: افتح اليوم بالشر، بدا فقس بدا بسم الله النهار ووسط الشر. قال: فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي. مر الإنسان يفاق: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. يذكر الدعاء الاستيقاظ، يذكر الحمد لله الله تعالى يري روحي بعد ما تغفر. الحمد لله يحيي الله تعالى بعد ما تغفر، لأن النوم موت صغرى. ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. الملك اللي يتزر الشيطان نيم فكر النهار مشي كبر محفوظ، لأن في بداية اليوم النشر سرخة طاسم المفتاح اليوم سرخة ما تسلسل تروح ضمن دار أو ويندوز اللي غير الدار خطامة يخدم السود. الملائكة نيم تسر خاص الشيطان تشتغل القوة الشيطان بالغفلة، والشيطان يتقوى بالغفلة وبعدم الذكر. الشيطان يتقوى ويطرد الملك ويبيت الشيطان يكلأه. يتيس الشيطان دع السسخك وخزامر يسس الشيطان يعسخك من يتوقع. ثم عاود يصبح بالفقير يتسر الملك الشيطان. الملك يقال جاسم سرخان، الشيطان يقال جاسم الشر. مرة جاسم سرخان الملك يتسر الشيطان نهار يكبر باش محفوظ. مرة جاسم الشر كان أبدأ بكذلك وابني والسجد والحمد لله تعالى وابني الدعاء الصباح. الشيطان اللي يتسرخ الملائكة نهار يكبر الشيطان يتلاقوا يحفظ، يعني يعسخك الشيطان نهار يكبر. والشاهد أيها الأحباب الكرام عندنا في هذا الحديث هو تسابق الشيطان والملك على ابن آدم. فإلى أيهما أنت مقبل؟ الشيطان للملائكة تمسي زوار بخاطر ابن آدم. من يضع؟ من هو يغسل؟ من هو يشتغل يقرب؟ نسأل الله تعالى أيها الأحباب الكرام العظيم رب العرش العظيم أن يأتينا بحفظه وعنايته وأن يعيذنا من الشيطان ونزغاته ووساوسه
اللهم قنا نزغات الشياطين، اللهم قنا نزغات الشياطين، اللهم يا رب قونا وقو إيماننا، قونا وقو عزائمنا، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، واجعلنا من السعداء الذين تصلي عليهم ملائكة الرحمن، اللهم اجعلنا من السعداء الذين تصلي عليهم ملائكة الرحمن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اشكر كسرانا، اهدي ضالنا، ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بارك بلاد محمد السادس، اللهم وفقه للخير واعينه عليه، ارزقه البطانه الصالحه التي تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وصلى اللهم وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم